وقلت يا خير من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم إنه أحسن كتبك نظاما وأحكمها وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يهديه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام بعد الصلاة والتسليم على نبينا المصطفى العدنان فهو القائل صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. مشاركة للأسرة الكريمة عائلات فرج أسرة الأم الراحلة الكريمة هيا بنا مرة أخرى إلى ساحة القرآن ساحة الذكر والبيان ونشكر لكل أهل الواجب من كل حدث وصوت سيد العمد الحاج عاطف في اليزل والوالد الكريم الحاج عبد العزيز عبد العال والأستاذ مدحت الشحات الذي شرفنا نيابة عن نجم الكريم الأستاذ أحمد مدحت الشحات النائب المنتظر بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الكرام قارئنا الآن فضيلة القارئ الشيخ ضياء محمد فريد نعم القارئ محكم التلاوة والتجويد وعلم إذاعات مصر والعالم الإسلامي وقمر المحافل القرآنية بالجمهورية وابن قرية الشيخ سالم هي بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
يا رب. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها كده مشرف لياليك يا مولانا. معاك ربنا. والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك
يا رب يا رب. لا عليك يا مولانا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في وما لكم لا تقاتلون في سبيل وما لكم لا تقاتلون في سبيل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه
الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا للذين آمنوا يقاتلون في الصلاة الحبيب. ايه مولانا؟ ده احنا بنتعلم منه. تعاليك يا ابو علي يا رايق. جمع كثيرة يا مولانا. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا للذين آمنوا يقاتلون في يا بركة الشرعية كلها يا دكتور رياض. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل يا رب. حد حبيبك النبي ما تحرمنا. فضلك ربنا مولانا. ذكرنا بابو علي الغالي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اللهم امين. اصلح الحاج يا رب. تبارك كبيرة محمد الله عليك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله
خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق
وقالوا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. خاطر الرئيس العظيم المشير ستنا تنفت عليك الخطيان يا رب يا ابن الساعة الهاشمية يا رايق يا رب والله كرامات متوفية أمنا الصالحين اللي أسعدنا بيها. قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والقرآن كله جواهر يا مولانا. حفظك ربنا يا سيدنا. انت طول عمرك الله يغفر له يا رب. اتنك منور الشرقية ومصر كلها. أينما تكونوا يدرككم الموت
عصرك يا مولانا. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند قل كل من قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول
ما أصابك من حسنة فمن وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع من يطع الرسول فقد اطاع الله. اللهم ارزقنا اليك طاعة ولحبيبك المصطفى طاعة، وارزقنا القليل من خيري الزاد والبضاعة، وادخلنا الجنة يوم القيامة جماعة، واجعل لنا من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم خير شفاعة. هكذا اخوتنا اخوة الايمان
كانت التلاوة لما تيسر من آيات سورة النساء المدنية والتشريعية الكبرى، والتي تعد من الآيات 176 آية قرآنية مدنية. أمتعنا بتلاوتها فضيلة القارئ الشيخ ضياء محمد فريد، نعم القارئ محكم التلاوة والتجويد وعلم إذاعة مصر والعالم الإسلامي وقمر المحافل القرآنية وابن قرية الشيخ سالم هي شرقية. شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا كل من شرفنا بأداء واجب العزاء باسم الأسرة الكريمة عائلات فرج، أسرة الأم الراحلة الكريمة. باسمهم نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء، والد الكريم الحاج عبد العزيز عبد العال والسيد العمدة الحاج عاطف سيف اليزل وكل أهل الواجب من كل حلب وصوت. شكر الله سعيكم جميعا. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة داخل كبة قصور الضيافة المتنقلة بفراشتها الفندقية وإنارتها الذهبية وهندستها الإذاعية العالمية حاج إبراهيم عبد الوهاب وأولاده ببيش القايد، ومقدم ضيافتنا الليلة مفيه الأصدقاء المتر جمال أبو منى بالجوالشي، ومخرجنا ومصورنا ومخرجنا محمد الجوهري. باسم الأسرة الكريمة تقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ سلامة مرسي، ونشكر أيضا الأستاذ الدكتور السيد الأمير وكل أهل الواجب من كل حلب وصوت. أستاذنا الأستاذ مدحت الشحات نيابة عن أيدي الكريم الأستاذ أحمد مدحت الشحات النائب المنتظر بإذن الله تعالى بقرية كفر عطلة سلامة. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.